انا مش عايزه احب، انا عايزه اتقدم لواحده، ادخل البيت عندهم، السلام عليكم، ازيك يا عم الحاج، انا عايز اتجوز بنتك، نقعد 3 4 شهور خطوبه ما نكلمش بعض ونتجوز بعدها. يعني ايه المشكله؟ انا مش شايف ان فيها مشكله. ليه؟ لاني انا عايش طول حياتي مقضيها على الفاضي، ما فيش ولا عمليه حب بتنجح. يعني انا بقيت حاسس ان احنا في زمن التسعينات فعلا، اللي هو انا ما ينفعش ان انا اتجوز واحده كده بدون ما احب فيها 5 6 سنين قصص حب فاشله على الفاضي. ما ينفعش ان انا اتجوز جواز تقليدي، بيقولوا عليه الجواز التقليدي، بيقولوا عليه جواز صالونات. بقينا احنا من زمن الجواز الصالونات. طيب ما هو انا معلش، انا مش قادر اشقطك، انا مش عارف احبك اصلا. انا كل ما اجي احبك الاقي بيحصل 1200 خازوق بنخلينا ما نحبش بعض. طيب ما احنا هنتعرف على بعض بعد الجواز، بعد هنتجوز وهنعرف بعض وهتبقى دنيتنا تمام وهنعدي لبعض، علشان احنا متجوزين بقى في كاتب كتاب وقايمه وعيال جايه في السكه، فهنعدي علشانهم. لكن واحنا بنحب بعض لا ابوكي ولا ابويا ولا امي ولا امك يعرفوا، فاقل غلطه هنسيب بعض. لكن لما يبقى في هيصه وزنبليطه كده وناس جبرانه ان احنا نكمل، هنكمل. العلاقات بتفشل بسبب ان الناس ما تعرفش حاجه عنكم. بتحبي 7 8 مرات وبدون ما حد يعرف حاجه عنك، ولما تيجي تتجوزي بعد ما تبقي بقى ده من زمن التسعينات زي كده، بتطلعي عقدك النفسيه على جوزك اللي هو جاي معقد. يا جدعان حلال ربنا مش بقوله علشان فكره حلال بس، هو عشان الصح. يعني اتقدم لبنت، اخطبها، اتجوزها. الموضوع بسيط، مش لازم انا اعيش قصص نفسيه، امراض عقليه، جنان اراضيكي وتراضيني، بلوك 80 بلوك. ليه 80 بلوك وليه 80 مره نشيلهم؟ ما هو من اول بلوك وشكرا ومع السلامه. ليه نقعد رايحين جايين؟ ليه نقعد نمسح في الشات 70,000 مره وفي الاخر ما بتجوزكيش؟ بتجوز واحده غيرك، مش علشان في مشكله فيا، عشان احنا الاتنين بقى فينا مشاكل. الجيل الجديد ده مشكلتنا احنا كجيل التسعينات، لا هو لاحق من جيل التسعينات ولا هو لاحق من جيل الالفينات. جيل التسعينات بقى متجوزين ومتطلقين دلوقتي وعندهم عيال، وجيل الالفينات بقى بيقول لي يا عمو. بقى بيقول لي يا عمو، طب انا اتجوز مين طيب؟ فالجيل الجديد ده عايز ايه؟ عايز حد يفهم له، يعني يصحح له مفاهيم الحياه والزواج. يقول له ان ما ينفعش اصلا يبقى في علاقه ما بينك وما بين حد حتى ولو في الشات قبل ما يبقى في. فانتوا افهموا اللي هو اتقالوا اهدوا عادي، الموضوع بسيط، اخطبها من البيت واتجوزها واتخانقوا مع بعض وانتوا متجوزين عشان تعرفوا تستحملوا في بعض. انا عايز واحده اتقدم لها، عايز واحده اخطبها وشهرين 2، مش عايز احب. الرسائل اللي بتجيلي ديت انا ما عنديش استعداد ما عنديش، انا طاقتي خلصانه، انا عايز ابتدي بقى بجد. يلا سلام.